السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. طبعا الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه موضوع في غاية الأهمية، علشان يعني بيحدث فيه مشاكل كثيرة أو مشاكل كتير جدا 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 بين الزوج وزوجته، أو بين الزوجة وبين زوجها. والموضوع هو يعني موضوع خدمة المرأة لحماتها، أو الزوج بيأمر زوجته بأنها تخدم أمه. هل هذا الكلام يجوز أم لا؟ طبعا ليس من حق الزوج أن يأمر أو يجبر زوجته بأنها تخدم أمه، ليس من حقه ذلك. وأيضا الزوجة من حقها أن توافق ومن حقها أن ترفض، لأن ليس واجب عليها بأنها تخدم أم زوجها. يعني بمعنى ليس من حق الزوج بأنه يرغم زوجته أو يجبرها بأنها تخدم أمه أو تخدم أي حد من أقارب الزوج، إلا إذا ارتضت بنفسها ورضت. هي رضت خلاص، ولكن بده يجبرها في هذا الشيء، هذا لا يجوز للزوج فعل ذلك. والمرأة لو هي امتنعت عن خدمة حماتها، هل هي تأسم أو لا؟ لا طبعا لا تأسم، لأنها هي غير مأمورة ببر زوجها. ولكن أن تعامل أم زوجها بالإحسان هذا شيء مطلوب، وهذا مطلوب في ديننا. ولكن بأنها تأسم مثلا زي اسم أمها، لا طبعا لا تأسم في ذلك، ولها الحرية المطلقة. وعلى الزوج ألا يرغم زوجته بذلك. وإذا ارتضت الزوجة أن تخدم زوجها، فعلى الزوج يعني من وقت لآخر بأنه يراضيها بشيء من الأشياء كهدية بالأموال، يجيب لها هدية، يجيب لها ملابس، يجيب لها أي حاجة من غير يعني من غير ما هي تطلب، علشان الأمور بأنها تسير. ولكن بأنه مثلا يقول لها لا أنت لو ما خدمتيش أمي أنا هطلقك، وأنت لازم غصب عنك بأنك تروحي لأمي، هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز للزوج بأنه يفعل ذلك خالص. ولكن إذا المرأة ارتضت بأنها تخدم زوجها وهي راضية في ذلك، فلها ذلك، وأيضا لها الإحسان والثواب من قبل رب العزة جل وعلا. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.